أهلا بيكم النهاردة في سلسلة التعلم بتاعتنا اللي احنا بنتعلمها مع بعض في مجال التسعير ومجال العقود. النهاردة هنتكلم عن حتة مهمة قوي. الحتة دي اللي هي بتتكلم عن ال understanding penalties, liquidated damage and unliquidated damage في ال construction contract. أكيد كلنا بنسمع كلمة penalties. طبعا اللي بيتفرج على كورة البيناليتيز دي معروفة. liquidated damage اللي هي دايما بنختصرها بكلمة LD. ممكن تكون ما سمعناش المصطلح ده اللي هو unliquidated damage in construction contracts. فالنهارده احنا هنتكلم عن الثلاث مصطلحات دول وازاي بيأثروا على المقاول لو حصل اي تأخير او حصل اي مشكلة في المشروع. طبعا تأخر زمني زي ما احنا فاهمين من الكلام. وايه مسؤولية المقاول في حالة ان حصل التأخير ده، ايه اللي بيطبق عليه، وايه الفرق بين البينالتيز اللي هي الاضرار، خلاص، وبين الliquidated damage اللي هي بنسميها الأضرار المقدرة، والunliquidated damage اللي هي الأضرار الغير مقدرة. فهنقول كده يعني مثال بسيط للنهارده. لو مقاول اتأخر في مشروع 3 شهور، تفتكروا إيه اللي ممكن يحصل؟ ويا ترى هيطبق عليه مين من ال3 دول؟ تعالوا نكمل مع بعض الslides عشان نفهم كل مصطلح معناه إيه. طيب what are liquidated damage؟ يعني إيه liquidated damage؟ liquidated damage دي اللي هي بنسميها الأضرار المقدرة مسبقًا. بيسموها pre-estimated loss، يعني تقدير تم تقديره من بدري أو عارفينه من بدري. فبيقول لك إن liquidated damage represent a genuine pre-estimate of the employer's potential losses due to delay. This estimate is calculated during contract formation. بمعنى إيه؟ بيقول لك إن دي غرامة أو أضرار أو مبلغ مالي معين من المال بيتم الاتفاق عليه أثناء ما نكون بنعمل العقد قبل ما نمضيه، إن بيتم الاتفاق عليه، خلاص، وده بيبقى الاتفاق عليه مسبقًا عشان نبقى إحنا كطرفين جوه العقد نبقى راضيين بيه. طيب إيه الغرض منه أو إحنا بنعمله ليه؟ الهدف منه إن إحنا بنقلل الجدل والخلاف بتاع كل طرف، وإن كل طرف يبقى عارف مسبقًا إيه اللي هيحصل له. بيقول لك it help allocate financial risk. أولًا أنا النهارده كراجل مثلًا مالك، لو أنا النهارده حاطط على المقاول liquidated damage فأنا متطمن إن هو عارف إن في عقوبة في حالة إن هو اتأخر، لأن التأخير ده ممكن يضرني كمالك، أو ممكن يأخر التسليمات بتاعة المشروع بتاعي، أو ممكن يخسرني الاستثمار اللي أنا داخل أعمله، تمام؟ وبيكون financial risk fairly ليه؟ لأن أنت عارف من قبل ما تخش إنك لو اتأخرت أنت هتدفع الغرامة دي. وبيقول لك إن هو allow both parties to understand liabilities if project completion is delayed. يعني أنت النهارده بتبقى عارف كراجل مقاول إنك لو اتأخرت أنت هتدفع الLDs دي، وإحنا بنختصرها دايمًا هتلاقيها في السوق اسمها LDs، اختصار liquidated damage. ميزتها بقى أو الcontractor clarity بتاعتها أو الحاجة الكويسة فيها إن هي بتكون قانونية وملزمة للطرفين، بس على شرط إن المبلغ اللي بيدفع ما يكونش مُبالغ فيه. يعني ما يكونش أنت حضرتك حاطط مبلغ يعني يضيّع الprofit بتاع المقاول في حالة إنه لو اتأخر يوم والّا يومين والّا 3، تمام؟ فدي حتّة مهمة جدًا، ودي بتبقى مميزة جدًا الLDs دي، لإن هي بتطلّعنا برّه حتّة الdisputes اللي كُنّا اتكلّمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، إن إحنا ما نتخانقش وما نحتاجش نجيب حد يحِل ما بيننا، والقصة اللي إحنا كُنّا حكينا فيها في الفيديو اللي فات. ولو ما شُفتش الفيديو اللي فات هاسيب لك الlink بتاعه في الdescription. مثال عملي برضه عشان نكون بنتكلم على علم. مثلًا تعالوا نقول example إن مثلًا عقد مقاولة مستشفى ما بين مالك ومقاول أو ما بين إدارة المستشفى، خلاص، فالعقد مكتوب فيه إن المقاول هيتكبّد 5000 جنيه عن كل يوم تأخير عن البرنامج الزمني المتفق عليه في العقد. هو دي معنى كلمة liquidated damage، إن إحنا متفقين عليها في العقد وبند مكتوب إن المقاول ده هيدفع 5000 جنيه عن كل يوم يتأخروا في العقد. أنا برضه حبيت يبقى شرح example، ولو في حاجة أنتم برضه مش فاهمينها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عشان أقدر أساعدكم. طيب تاني حاجة بقى هنتكلم عليها اللي هي الpenalties. الpenalties دي اللي هي إحنا بنسميها الغرامات. زي كده ما لعيب بيوقّع لعيب في منطقة ال18 فبيحصل إيه؟ بياخد penalty إن هو يقف قدّام الجون لوحده ويشوط فيه، تمام؟ أول حاجة أول توصيف فيها إن هي not a genuine loss. يعني إيه not a genuine loss؟ إن هو رقم حاجة تعسفية أو حاجة عقابية، أنت بتعاقب حد. Penalties are arbitrary sum not based on any real loss calculation often excessively high. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت بيتحط عليك رقم تعسفي، أو رقم صعب، أو رقم مش logic، أو مش مماثل للخسارة ده، والرقم ده ممكن يؤدي إن أنت يتخرب بيتك، تمام؟
تاني حاجة إن يعني تاني حاجة في موضوع الpenalties دي إن إحنا عندنا مثلًا في بلد زي إنجلترا بتمنع موضوع الpenalties ده في العقود الإنشائية خالص، وده سببه إن هو المفروض إن liquidated damage دي حاجة تعويضية، يعني أنا باعوّضك عن التأخير اللي أنت أخرته فبادّي لك مكانه فلوس بس متناسبة مع اللي حصل، إنما الpenalty عشان بتبقى تعسفية فبيقول لك إن كده أنت ما بقاش تعويض ده بقى عقاب، أنا النهارده بافرض عليك حاجة عقابية، تمام؟ وبيقول لك إن في بعض الدول طبعًا زي ما قُلنا كده إنجلترا، في دول ما بتسمحش، لكن لحد دلوقتي بيقول لك إن through illegal in some regions في بعض الأماكن الpenalties are still permitted في قوانين بتسمح بإيه، بتطبيق العقوبات دي، خلاص؟ making their legality dependent on local law وبيرجعوا فيها لحتة القانون المحلي بتاع كل دولة، إن في بيشوفوا الدول اللي بتسمح بالpenalties الشركات اللي بتبقى عايزة تبقى تعسفية، وتحاول تعمل العقد بتاعها reference للlaw ده، عشان تقدر مثلًا أو يقدر المالك أو يقدر الطرف المالك أو الطرف الأقوى إن هو يطبّق عليك الإيه، الpenalties دي، تمام؟ طيب تعالوا نفهم يعني إيه، تعالوا ناخد مثال برضه عشان نفهم كلمة penalties أو الpenalties دي معناها إيه. مثال مثلًا بيقول لك إن حضرتك بتعمل عقد مقاولة، فبصيت لقيت مكتوب بند في العقد إن في حالة تأخر المقاول يدفع 1.000.000 جنيه عن كل يوم. طبعًا ده 100% لا يعبّر عن الخسارة الحقيقية اللي هيتكبّدها المالك أو صاحب العمل، لإن أكيد أنت اليوم اللي هتأخّره مش هيكلّفه 1.000.000 جنيه، فدي النهارده ما بيبقاش اسمها LD بقى، بيبقى اسمها penalty هو بيطبّق عليك عقوبة، مش بيطبّق عليك liquidated damage وده الفرق ما بين الliquidated damage وما بين الpenalty إن ده رقم reasonable ممكن أمّا قُلنا 5000 جنيه في المستشفى، إنّما لمّا أطبّق عليك في اليوم 1.000.000 جنيه فده رقم تعسُّفي. طيب إحنا فهمنا الunliquidated فهمنا الliquidated damage والpenalty. طب إيه بقى الunliquidated damages دي؟ الunliquidated damages دي إحنا بنسميها حاجة اسمها إيه actual loss خلاص؟ يعني إيه actual loss؟ يعني الliquidated damage دي بيقول لك إن هي calculated based on the actual monetary losses suffered by a party due a breach of contract including إيه؟ including delay. معناها إن الطرف المتضرر ده لمّا بيحصل له ضرر في المشروع خلاص، بيحسب الخسارة اللي حصلت له دي ويبتدي يطالب بيها خلاص، بس إيه بقى القصة بتاعتها أو الclaim process بتاعها إيه، بيقول لك إن أنت لازم يبقى معاك أوراق ولازم يبقى معاك مستندات تثبت قيمة الخسارة دي عشان تتصرف لك، وبنسبة كبيرة بيتحل موضوع الunliquidated damage عن طريقة من الاتنين، يا إما negotiation ما بين الطرفين، يا إما بيضطروا إن هم يروحوا لحتة الlitigation إن هم يروحوا لإيه، للمحكمة عشان خاطر يحلّوا المشكلة دي أو يثب أو الطرف اللي هو عنده أو تسبب له وحصل له خسارة، يعرف يثبت حقه في الفلوس دي، إن هو ليه حق ويقدر إيه، يقدر ياخد الفلوس دي من الطرف التاني. لو برضه مش عارف negotiation وlitigation ارجع للفيديو اللي أنا هاحطه لك في الdescription هتعرف معنى كلمة negotiation ومعنى كلمة litigation في الفيديو السابق إحنا إيه شرحناهم. فإحنا كده عرفنا 3 مصطلحات اللي هم liquidated damage والpenalties وunliquidated damage. طيب تعالوا ناخد مثال على الunliquidated damage عشان نفهم. فتخيل إن أنت صاحب مصنع بيبني مصنع والمقاول ده مثلًا أخّره لمدة شهر وهو كان عنده توريد أو كان عنده order أو كان عنده خط إنتاج إن هو يورّده في خلال الشهر ده مثلًا ب1.000.000 جنيه. ففي الحالة دي ده يعتبر unliquidated damage لو صاحب المصنع عرف يثبت إن هو بسبب التأخُّر بتاع المقاول ده هو خسر ال1.000.000 جنيه بتاعة التوريدة اللي كان هياخدها دي أو كان هيطلّعها، ففي الحالة دي هو كده يقدر ياخد منه ال1.000.000 جنيه لو هو قدر يثبتها وفي الحالة دي بنسميها unliquidated damage. يا رب المثال يكون وضّح لكم معنى يعني المعنى بتاع كل واحدة فيهم، وبرضه زي ما اتفقنا لو حد مش فاهم أي نقطة ممكن يبعت لي على الكومنتات وأنا هاشرح له أكتر. طيب ليه بقى الشركات بتختار الliquidated damage دايمًا في عقودها يعني why liquidated damage are preferred in construction؟ أول حاجة إن هو بيدّيك الحتّة بتاعة الtime management إدارة الوقت provide clear financial consequence tied to delays time incentively timely completion. معناها إيه الجملة دي؟ معنى الجملة دي إن أنت النهارده داخل المشروع، أنت كمالك ومقاول عارف إيه اللي ممكن الضرر اللي ممكن يُقع لو حضرتك اتأخّرت، فطبيعي كده جدًا زي ما إحنا كده مثلًا في الشغل لمّا بيعمل لك مثلًا بصمة، فأنت لو اتأخّرت في الشغل عن البصمة دي، أنت عارف مثلًا لو اتأخّرت ربع ساعة هيخصم عليك نُص يوم، تِلت ساعة، فأنت بتبقى keen إن أنت توصل في ميعادك عشان ما يتخصمش حاجة من مرتبك، دي نفس الفكرة في علاقة إيه الliquidated damage. تاني حاجة fairness هي بتreflect a balance estimate of loss أولًا
إن هي فيها حتّة يعني الجزء بتاعها بيحدد المسؤولية بشكل واضح أو بيبقى في fair شوية ما بين المقاول والمالك، إن أنت ما يتطبّقش عليك رقم مُبالغ فيه، ففيها balanced estimate of loss وpromoting equitable risk sharing between employer and contractor. إن هي برضه بتخلّي الrisk بيبقى في sharing ما بين المقاول وما بين المالك، عشان خاطر ما يبقاش دايمًا المالك هو اللي شايل الليلة كلّها أو إن المقاول بيتظلم برقم إيه، برقم تعسُّفي. تالت حاجة إن هي legal enforceability. يعني إيه legal enforceability؟ يعني هي قانونية لإن هي متحددة في العقد، فالdamages دي مش محتاجة إن أنت تثبتها أو محتاج إن أنا يعني أنا النهارده مش محتاج أثبت إن أنا مثلًا إن أنت التأخير بتاعك ضرّني في 10,000 في 5,000 أو إن أنا أجيب ورق أو الكلام ده، لأ أنت مش محتاج كل ده، لإن أنت كده، متّفق مثلًا على مبلغ معيّن خلاص، زي المثال اللي قُلناه قبل كده 5000 جنيه عن كل يوم، فده هيخلّي المقاول يبقى مش عايز يتأخّر ولا يوم عشان ما يبُصّش يلاقي نَفْسه دافع له 100,000 أو 150,000 جنيه وهو ما استفادش بيهم أو إن هو دفعهم تأخيرات. دول ال3 ميزات اللي بناءً عليه شركات الconstruction أو عقود الconstruction بيبقى موجود فيها LDs أو liquidated damage أو ده الاختيار الأمثل، أحسن طبعًا من الpenalties وأحسن من الunliquidated إن أنا لسه أشوف المشكلة فين وأدوّر على حلّها أو إن أنا أثبتها. هنتكلّم دلوقتي عن آآ risks of misclassifying liquidated damage. خلاص، إيه المخاطر اللي ممكن نتعرّض لها لو إحنا كتبنا البند غلط جوّه العقد بتاع الliquidated damage، خصوصًا إن إحنا قُلنا إن ده أحسن نوع أو ده أكتر نوع fair بيبقى ما بين المالك والمقاول. طيب، أول حاجة بيقول لك أو أول مشكلة ممكن تقابلها حاجة اسمها inaccurate estimation. يعني إيه inaccurate estimation؟ inaccurate estimation يعني بيقول لك if damages are not genuinely pre-estimate the clause may be classified as a penalty. يعني إيه؟ لو حضرتك افترضت رقم زي ما قُلنا قبل كده والرقم ده مُبالغ فيه، يعني مش منطقي، ممكن الliquidated damage اللي أنت عاملها دي تتفسّر كpenalty مش كliquidated damage، لإن الرقم ما بيبقاش ساعتها reasonable. تمام؟ طيب، تاني حاجة بيقول لك إن هو legal not enforceability. طيب، لمّا تعمل الinaccurate estimate إيه اللي هيحصل؟ بيقول لك court may refuse enforcement leaving the employer uncompensated for losses. ساعتها المحكمة مش هتحكم للمالك أو مش هتحكم للemployer لإن هو طبعًا حَط رقم مُبالغ فيه، وساعتها هو يبقى زي ما بيقولوا كده لابس losses وهو مش من غير ما يتعوّض عنها أو uncompensated، ما لهاش أي تعويض، وساعتها يبقى المقاول اتأخّر براحته وعمل اللي هو عايزه وما خدش الpenalty sorry ما خدش الliquidated damage المضبوطة، لإن أنت already حاطط عليه penalty. طيب، حد هيسألني حتى لو المقاول ماضي ممكن المقاول يهاودك وياخد منّك المشروع تحت هذا البند المُجحف، وبعد كده يرجع للمحكمة يقول لهم يا جماعة البند ده مُجحف جدًا وأنا اضطريت إن أنا أمضي عليه، فبالتالي أنا مش هاقدر أدفعه، وساعتها المحكمة هتحكم له مش هتحكم لك أنت كemployee. طيب، تالت حاجة الcontractual disputes اللي هي النزاعات التعاقدية. خلاص، disputes and litigation can increase project cost and delay completion further. إيه كمان المشكلة اللي ممكن تحصل من الmisclassifying؟ إن أنت دلوقتي هتخش في نزاعات تعاقدية، لأن المقاول مش هيرضى يدفع، فهنروح للحتة بتاعة الlitigation اللي هي المحاكمة، وزي ما قُلت لكم قبل كده اللي ما شافش الفيديو بتاع الlitigation اللي هاسيب لكم اللينك بتاعه تحت يتفرج عليه، اللي هيفيده جدًا. فبيقول لك إن ده هيأدي إيه، إن الincrease الproject cost التكلفة بتاعة المشروع كده طبعًا هتزيد، هنحصل خناقات disputes، المقاول واقف ما بيشتغلش، التكلفة عمّالة تزيد، الحاجة عمّالة تغلى، وفي الآخر هيحصل delay، يعني كمان خسارة فادحة إن أنا مش هاسلِّم في ميعادي، فأنا كده اتأذيت وأذيت نفسي كemployer ونفس الوقت أذيت الclient بتاعي كemployer اللي أنا بايع له أو اللي أنا هاسلِّمه الشغل أو الشغلانة اللي أنا هاعملها مع أي مثلًا supplier أو حاجة، أذيت نفسي لإن المشروع ما خلصش، فأنا ما عرفتش أعمل الالتزامات اللي عليّا. الslide اللي بعد كده بتتكلم عن الregional legal perspective on penalties and damages. خلاص، اللي هي الاختلاف في القوانين ما بين الدول. فأول دولة مثلًا وهي أشهرهم في العقود اللي هي الUnited Kingdom اللي هي إنجلترا، بيقول لك إن الpenalties are unforeseeable only genuine liquidated damage apply. في إنجلترا ما بيقبلوش حكاية إن أنت تطبّق فرض غرامة، ده مش مقبول خالص بالنسبة لهم، إن أنت تحط رقم مُجحف على المقاول، وده شايفه إن هو unfair.
فبالتالي اللي بيتطبّق أو الحاجة اللي بتطبّق هي liquidated damage فقط، إن هو يبقى رقم reasonable للlosses وساعتها المحكمة في إنجلترا بتحكم له. طيب تعالَ نشوف نمرة 2 في بعض في الدولة التانية الكبرى اللي هي الunited states في أمريكا، بيقول لك إيه some states allow penalties. في بعض الstates في أمريكا بتسمح بموضوع الغرامات ده. enforcement depend on contract specifies and damage calculation. تمام؟ وبرضه مش بس ما بيسيبوش مفتوح أوي كده، لكن بيحط له حتّة إيه، إن هو برضه بيعتمد على الكلام اللي مكتوب في الcontract. يعني في الحالة دي في بعض الstates دي أنت لو كتبت رقم شبه الpenalty و موجود في العقد والمقاول ماضي عليه، هنا ممكن المحكمة ما تحم مش هتحميك، ما أنت مضيت عليه، فممكن يلبّسه لك. أو لو في حالة تانية هو ممكن القاضي برضه دي بترجع للقاضي، إن هو يقول لك هيعمل عملية damage calculation بإنه ينتدب خبير ويحسب لك الإيه، الcalculations دي. other countries بقى بتختلف. نمرة 3 other countries في باقي بقى المدن، في باقي البلاد بتختلف بقى شرق أوسط، حسب بقى كل بلد حسب القانون بتاعها. بيقول لك legality varies بيختلف القانون. certain country permit penalties other restrict them strictly. إن في بعض الدول بتسمح بال بموضوع الغرامات، لكن في بعض الدول بتبقى strictly بحيث إن هي لأ، مش عايزة تعمل كده، لإن طبعًا برضه خلّينا نبقى متفقين إن الموضوع ده بيبوّظ الصناعة. أنا النهارده لو اتعورت ودخلت اشتغلت معاك وخسّرتني جامد بسبب موضوع الpenalties ده، ما أنت ممكن تقفل شركتي كمقاول، ممكن توقّف حالي، ممكن ما أقدرش أدفع، ممكن تدخّلني في مشاكل قانونية كتيرة. فده هيأثّر على الindustry وهيخرّج شركات من الindustry. فده هيقلل وهيضرب اقتصاد. يعني مش موضوع بسيط. مش سهل إن أنت تت ت ت تكسرني وتاخد منّي الفلوس زيادة فوق حقّك وتفتكر إن دي شطارة يعني. هنتكلّم عن آخر حاجة بقى عشان نلِم مع بعض الpresentation اللي إحنا حكيناها، اللي هي الkey takeaways and best practice. طيب إحنا دلوقتي فهمنا الموضوع ماشي إزاي. يعني إيه liquidated damage، يعني إيه penalties، يعني إيه unliquidated damage. طيب إيه بقى النصايح أو ال زي ما بيقولوا كده إيه الconclusion اللي هنلخّص بيه الpresentation بتاعتنا. أول حاجة إن إحنا ensure genuine pre-estimate. يعني إيه؟ يعني هنتأكد إن إحنا حاسبين الliquidated damage بتاعتنا تكون realistic، تكون يعني واقعية وتعبّر عن الخسارة، خلاص، خلال مرحلة الdrafting بتاعة العقد، خلال مرحلة كتابة العقد، عشان نبقى avoid لأي penalties، يبقى ما فيش متأكدين إن ما فيش أي غرامة. أنت كمقاول لازم تتأكد إن الرقم ده reasonable وتوافق عليه وهو reasonable، وفي نفس الوقت كراجل مالك وemployer عشان تحفظ حقك وما تروحش للمحكمة ما يحكملكش، تتأكد برضه إن اللي معمول أو إن الرقم اللي محطوط ده رقم reasonable المقاول يقبل بيه في حالة إيه، في حالة الخسارة أو في حالة وجود أي مشكلة من المشاكل دي. تمام؟ طيب دي أول حاجة. تاني حاجة know your jurisdiction. يعني إيه؟ يعني تعرف قوانين البلد اللي أنت هتشتغل فيها أو اللي أنت هتعمل فيها العقد. understand local laws to ensure enforceability of the damage provisions. يعني أخش على القانون المدني بتاع البلد اللي أنا فيها، أتأكد هل البلد دي بتقبل بالpenalties والّا لأ. لو أنا راجل مُحرف وعايز أعمل penalties، أشوف القوانين دي إيه تأثيرها على الliquidated damage بتاعي حسب البلد اللي أنا شغال فيها، لأن أنا ممكن أبقى شركة international شغال مثلًا في مصر وفي السعودية وفي الإمارات وفي أمريكا وفي فرنسا وفي إيطاليا، شغال في أكتر من بلد. فلازم أخش على كل بلد أعرف القانون بتاعها في الحتة دي بيتكلم في إيه، عشان لمّا آجي أشتغل على البند ده في drafting العقد بتاعي، أبقى عارف إيه اللي ممكن يحصل في تبعيات الdisputes بتاعتي لو حصل أي نزاعات. لإن يعني ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، لكن طبيعي إن ممكن أي عقد construction يحصل فيه في الآخر dispute. فأنا عشان ما أسقطش حقي وأخسر، لازم أبقى شايف القانون المدني بيقول إيه في الحتة دي. تالت حاجة document delay thoroughly. maintain record to support a claim on liquidated damage if needed. طيب في حالة بقى إن حصل يعني في حالة إن في damages مش مذكورة في العقد أو حاجة حصلت ما حصلتش إن إحنا متفقين عليها قبل كده، ففي الحالة دي بيقول لي إن أنا لازم أrecord، لازم أعمل recording، لازم أسجل كل event بيحصل وكل حاجة بتحصل بورق وبdocuments، عشان لمّا آجي أطالب حقي على unliquidated damage على فلوس أنا ما كنتش متّفق عليها أو على خسارة حصلت لي مش متوقعة، أكون معايا الdocuments اللي أقدر أثبتها، عرفت أخلّصها مع الطرف الآخر في خلال الحتّة بتاعة الnegotiation قبل ما أخش في المحاكمات، يبقى برضه معايا documents تخلّيه هو يبقى متطمن وما تدخّلنيش معاه في disputes. آخر حاجة بيقول لك ودي أهم حاجة، بيقول لك consult legal expert. لازم برضه
لو أنت حاسس إن العقد أنت مش متأكد منه 100% أو أنت ما عندكش خلفية قانونية كراجل مهندس كاملة بالقانون المدني بتاعك، مع إن المفروض يعني النهارده المهندسين المدنيين بيدرسوا القانون المدني وعندهم خلفية عن الموضوع ده، بالذات الناس المتخصصة في العقود. لكن in case بيقول لك إن أنت بتengage lawyer، يبقى عندك lawyer عندك محامي في الشركة، بتخلّيه يعمل review للcontract terms، يراجع لك على بنود العقد ويتأكد لك إن ما فيش أي حاجة ممكن تدخّلك في مشكلة قبل ما تمضي عليها عشان تبقى متطمن. دي خلاصة الpresentation بتاعتنا. أتمنى إن أنا تكونوا استفدتوا منّي، ومحتاج طبعًا لو في أي أسئلة في القصة دي ممكن حد يبعت لي على الكومنتات يسألني، وفي نفس الوقت إن أنت لو عايز في موضوع معيّن محتاج إن إحنا نعمل عليه فيديو جديد، يا ريت تكتب لي في الكومنتات إيه أكتر حاجة ممكن تكون محتاج تتعرّف عليها أكتر بالتفاصيل. ويعني أتمنى تكون الslides دي استفدتوا منها. أحب كمان إن أنتم تكونوا معايا إن شاء الله في الmaster FIDIC contracts like a pro معايا في الcourse بتاعي unlock FIDIC contract secret. لو أنتم حابين إن أنتم تتعمقوا أكتر في عقود الFIDIC ويبقى معاكم step by step guide تعرفوا إيه المشاكل اللي ممكن تحصل وتقدر تحلوها إزاي من خلال التعاقد، تمام؟ هندّي examples وهندّي claim templates للناس اللي عايزة تقدر تساعدها في شغلها خلال شغلها. عاملين community كمان بعد الcourse. الcommunity ده مجمّعين فيه هيبقى خاص بالمهندسين، هيبقى مجمّعين فيه تقدر تخش عليه مدى الحياة. هتستفاد كمان من الcourse غير الفيديوهات اللي أنت هتتفرّج عليها وغير الtemplates اللي هتاخدها، إن هيبقى في نُص ساعة free هنقعد فيها نعمل فيها Zoom meeting one to one لو أنت عندك أي consultation محتاج تبقى معايا فيها. الكورس ممتع جدًا، والحمد لله بالfeedbacks بتاعة الناس مبسوطة من الكورس، وأتمنى إن أنتم كمان تبقوا معايا جوّه الكورس، وإن شاء الله هيبقى في كورسات كمان جديدة، ولفترة محدودة إحنا عاملين special offer للناس المتابعين لينا، إن بدل $100 هيبقى ب49 وده limited offer هيخلص قريب. فأتمنى إن أنا أشوفكم معايا في الcourse وأتمنى إن أنا أشوفكم معايا في الcommunity، واستمتعت جدًا بالslides معاكم النهارده وبالشرح معاكم، وأتمنى كمان إن أنتم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معايا. شكرًا.